السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. شاهدوا معي تفاصيل المجزرة التحكيمية في حق فريق شبيبة القبائل. عندنا لقطات ثلاثة لضربة الجزاء اللي هي حقيقة ضربة جزاء حقيقية. شوف هذه الضربة الجزاء الأولى، كانت مخالفة على محيوس. أنا حد كيفاش ما صفرش الحكم هذا القرار تاعو، كان قرار خاطئ. والقرار الثاني أيضا فيه لمس باليد على طريقة كرة الطائرة. احنا ما فهمناش كيف التحكيم يكون في مثل هذه الحالات. والمرحلة الثالثة أو اللقطة الثالثة عرقلة بوط، حقيقة ضربة جزاء. احنا متحيرين كيف الحكم قراراته مع غرفة الفار أيضا قراراته خاطئة، وعدم العودة إلى الفار في عدة لقطات منها اللقطات الثلاث. هذا الشيء اللي يبقى محير بالنسبة لأخطاء التحكيمية. هل هي مقصودة؟ هل هي من أجل مصلحة طرف آخر؟ هذا الأشياء اللي راح تحدث في الكرة الجزائرية حقيقة لازم يكون فيه فتح تحقيق. حتى فريق شبيبة القبائل الإدارة عملت بيان رسمي يستنكر فيه هذا الأخطاء التحكيمية وفتح التحقيق في هذا السياق. وأيضا شفنا رئيس مجلس الإدارة الحاج ولد علي وأيضا زين باور يصرحوا واستنكروا كل ما أتى في قرارات الحكام وأيضا قرارات الفار. شفنا أنه قرارات ظالمة كانت في صالح فريق شباب القبائل، ولأنه هذه القرارات كانت ممكن تغير مجرى اللقاء ويعود فريق شبيبة القبائل في الأخير عبر هذا القناة. إن شاء الله الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تضرب بيد من حديد من أجل منع من حدوث أو تكرار مثل هذا المهازل الكروية التي لا تشرف الجزائر. السلام عليكم.